السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ طمني عليك بقى وايه الاخبار والحاجات دي كلها. النهارده جايين نتكلم شويه في موضوع النتيجه وموضوع ال50% والرينج اللي احنا مش فاهمينه ده إيه اخش ايه في الرينج اللي انا جايبه ده والمجموع والحاجات دي كلها والنتيجه وكل الحاجات الجميله اللي احنا جايين نتكلم عنها دي. اوكي، الفيديو ده فيه كلام مهم قوي هيغير نظرتك للموضوع وهيغير من عقليتك الى حد ما يعني. فعلى حسب انت هتستوعب الكلام ده قد ايه، او على حسب انت هتفهمني صح ولا لا. ففي كلام مهم هيتقال عن النتيجة وعن ما بعد النتيجة، وهفهمك او هرسيك بقى على ايه اللي ممكن تدخله لو انت جايب من 50 لحد ما وانت طالع بقى 70% والكلام ده كله. فخلينا نبدأ. هاتلك حاجة سخنة، لازم تكون سخنة عشان زورك، وتعال نكمل الفيديو. اول حاجه لازم نبقى عارفينها ان احنا عملنا اللي علينا والحمد لله، ايا كانت بقى النتيجه فاحنا ملناش غير السعي. زي ما انت سمعت في بدايه الفيديو ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. طيب انا ما شفتش نتيجه سعي دي دلوقتي، مش لازم تشوفها في النتيجه. انت ما تعرفش ايه اللي مستخبي لك ورا المجموع اللي انت جايبه ده. فبص للموضوع وخلي عندك ثقه في الله. فانا عايز اقولك ان مش لازم نتيجه سعيك تكون في النتيجه اللي انت جبتها دي، عادي. ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه بعد ال50% ولا 60% اللي انت جبتها. فالآية بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. معنى ده إن ده أكيد وده هيحصل، وده اللي ربنا بيقوله. فما تجيش بقى انت تقول لي سعي من غير نتيجة وعملت اللي عليا وما خدتش اي حاجة. الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش معناه ان السعي بتاعك لازم تلاقيه في درجتك في ثانوية عامة. مش لازم. انت ممكن تكون شايل مادة وسعيك موجود وربنا عارف انت عملت ايه ومجهودك كله ما ضاعش، بس ربنا مخبي لك حاجة احسن. ربنا عارف المسار اللي انت هتمشيه احسن بكتير من انك لما تخش طب وهندسة والكلام ده كله. حلو قوي. النقطة دي لازم 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 تكون واعي بيها، لان السنة فعلا طويلة ومملة جدا ومتعبة، وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فكل حاجة انت عملتها ربنا عارف انت عملت ايه، وكل حاجة ليك حق فيها انت هتاخدها. عايزين بس نتفق على حاجة، ان التعليم في مصر اصلا مش تعليم ناجح، او النظام التعليمي في مصر نظام تعليم فاشل. تمام. وكمان المناهج مش بتقيس مهارات فعليه عند اي طالب، ولا بتخليه حتى ان هو يبقى مؤهل ان هو يخش اي كليه. فانا بخش كليه على اساس ايه؟ على اساس اني بدرس كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه وتاريخ وجغرافيا والحاجات دي. ده هيخش هندسه، ده هيخش طب، وهو ما عندوش اصلا مهاره ان هو تاهله ان هو حتى يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، سوق العمل ده فيه ايه. فانا كواحد عايز اخش حاسبات ومعلومات، انا دارس رياضه بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الكمبيوتر، ما اعرفش اي حاجه عن الماوس ده بيتحرك ازاي اصلا على الشاشه، ما عنديش لابتوب طول حياتي. فتعالى يا عم انت جبت درجه معينه خش حاسبات ومعلومات. ده على اساس ايه بقى؟ ولا على اساس اي حاجه. هل انا طورت الطالب ده في مهاراته في الحاسب الالي في المدرسه؟ ما حصلش. معامل الحاسب الالي في المدارس الحكوميه اصلا مش موجوده، الاجهزه محطوطه ما بتشتغلش. يعني خليك فاهم الموضوع ده، ان الموضوع التعليم اصلا مش هو يعني الحاجه اللي هتدي لك قيمه في البلد هنا. الشهادات وبلد شهادات والحوار ده كله، بس ما عادش الموضوع ده كمان كام سنه، والموضوع ده مش هيطول قوي يعني. بس في حاجه هنا مهمه قوي. المهم هنا ان احنا مش هنقول ان انا تمام وزي الفل وانا كده جامد ومش عارف ايه، بس التعليم اللي وحش والمناهج عقيمه ومش عارف ايه. لا، مش هناخد الموضوع ده حجه، عشان في ناس جايبه فوق 90 والكلام ده كله يعني. بس هنا حاجة واحدة بس عايز اقولك، ان الثانوية العامة مش مقياس تقيس عليه مدى نجاحك او مدى فشلك خالص. فانت دلوقتي لو هتهتم ان انت راجل معاك شهادة ان انت متخرج من هندسة او حاسبات ومعلومات او ايا كان الكلية اللي انت هتتخرج منها، ده هو الكفيل ان انت تبقى زي الفل في سوق العمل. فالكلام ده مش صح. انت دلوقتي عايز ايه؟ انت دلوقتي عايز تثبت ان انت درست حاسبات ومعلومات، ولا عايز تثبت ان انت معاك المهارات اللي انت تشتغل بيها والمهارات اللي تأهلك ان انت تمسك بروجكتات كبيرة وتشتغل شغل بالدولار؟ فدي هتفرق. فانت في مكان التعليم بتاعه مش بيقيس لك مهارات ولا بيخليك مؤهل حتى لسوق العمل. فانت عايز فعلا تبقى زي الحاجة دي، ان احنا بنضحك على نفسنا وخلاص ان انا متخرج من كلية معينة، ولا عايز فعلا تبقى مندمج في سوق العمل ومعاك المهارات اللي تأهلك ان انت تشتغل وتجيب فلوس وكمان تقبض بالدولار. فهنا الفرق، هنا تعرف انت عايز ايه بالظبط. يعني لازم تبقى فاهم الكلام ده، لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس قوي. تاني حاجه بقى او تالت حاجه ايا كان انا مش فاكر، لو جينا بصينا بقى على كليات القمه، طب وهندسه وصيدله وعلاج والكلام ده كله، هنلاقي طبعا ان هندسه اصلا ملهاش شغل من زمان، مفيش شغل ليها اصلا، مش هتلاقي المهندسين شغالين، واللي بيشتغل ده بيبقى فلتة. تمام.
لو جينا بقى بصينا على طب والكلام ده كله، هتلاقي ان التكليف بتاع كليات الطب هيقف عند سنة 25 تقريبا. ويا عم خلينا نعتبر ان هو مش هيقف وهيتنه شغال، بس احنا لو افترضنا ان التكليف هيقف عند سنة 25، فانت على ما تتخرج من الكلية دي فانت مش هيكون ليك تكليف، فانت زيك زي اي كلية تانية ملهاش تكليف. هتقولي في مكانة اجتماعية، انا متفق معاك ان الدكتور ليه مكانته الاجتماعية والكلام ده كله، بس تعالى مثلا نفترض دلوقتي ان انا عايز اعيش حياة كريمة واصرف على نفسي واكون اسره على الاقل خالص من 4 افراد ولا 3 افراد ايا كان. فلو جيت تشوف دلوقتي الدكتور بيقبض كام، لو جينا افترضنا ان الدكتور هيقبض 10,000 جنيه، فهل ده ممكن يفتح بيت مثلا من 3 افراد ولا 10 افراد؟ 10 افراد إيه؟ هل ده ممكن يفتح بيت من 4 افراد مثلا او 5 افراد؟ استحاله، استحاله. فانت لازم تغير عقليتك دي وتبدا تفكر بقى بالموضوع، يعني ايه اللي انا هستفاده من حياتي وايه اللي انا المفروض اتعلمه في الكام سنه الجايين دول عشان استفاد من التعليم ده وابدا اطور من نفسي واقبض فعلا فلوس تعيشني حياه كريمه. فلو انت لسه بتفكر ان انا عايز اخش كليه، الكليه دي هتوفر لي تكليف او شغل، والتكليف ده هيديني مرتب ثابت او شغل ثابت هيديني مرتب واقدر اعيش عليه وانا ضامنه ومش عارف ايه، فانت بتضحك على نفسك، بتضحك على نفسك. لان لو جيت تقبض بالكتير خالص ولا يا عم اخرك 10,000 جنيه فانت هتبقى موظف، المرتب بتاعك بيخلص قبل نص الشهر حتى، ومش عارف تكمل بقية الشهر منين، والدنيا مخبطة معاك والكلام ده كله، وتحتاج تنزل تشتغل شغل تاني لو انت لسه صغير او لسه او كبير برضه، فانت الموضوع هيبقى مخبط معاك. فانت الموضوع كله ان انت دلوقتي لازم تفكر ازاي تشتغل الشغلانه اللي تخليك عايش ماديا مستريح. ما تبصش بقى على كليه والكلام ده كله. انت لو دخلت اي كليه حرفيا وبدات تشوف بيزنس معين او بدات تشوف شغلانات معينه، بتحب بقى التصوير، بتحب الرسم، بتحب المونتاج والايديت والموشن جرافيك والحاجات دي كلها، فلو استثمرت في نفسك في شهور بسيطه، يعني حرفيا اقل من 4 سنين كليه، فانت لو جيت بصيت كده ان انت لو استثمرت في نفسك لسنتين، مش هنقول 4 سنين كليه، لسنتين بس من سنين الكليه دي، ورحت دخلت اي كليه ما فيهاش حضور وغياب والكلام ده كله، وبدات تدرس حاجه معينه، او مش تدرس بقى لان هنا في فرق ما بين الدراسه والتعلم. الدراسه هي الدراسه الاكاديميه بتاعت الكليات والجامعات والمدارس والحاجات دي كلها، التعلم ده بقى بيبقى انت اللي عايز تتعلم الحاجه دي. يعني في فرق بين الدراسه والتعلم. فالتعلم ده انا عايز اتعلم حاجه فهروح اتعلمها ذاتيا عن طريق بقى الكورسات او الانترنت او المصادر المفتوحه وكل الحاجات دي كلها يعني. طيب انا دلوقتي هدخل كليه ما فيهاش غياب وحضور، هروح امسك مثلا كورس موشن جرافيك مثلا، في خلال سنتين هكون في حته تانية خالص. فانا دلوقتي 4 سنين كليه عشان اطلع اشتغل شغلانه ب 4000 جنيه او 5000 جنيه، فانا لو اتعلمت الموشن جرافيك في سنتين، 4 سنين كليه بتعلم فيهم موشن جرافيك، بعد ما اخلص ال4 سنين دول انا هقبض بشغلانات بال20,000 جنيه و30,000 جنيه، والشغلانه دي هعملها في قد ايه؟ اعملها في اسبوعين مثلا، اعملها في اسبوعين واخد 20,000 جنيه، غير ان انا هشتغل شهر كامل واخد 10,000 جنيه. فاهم انت الحته دي هتوديك لفين؟ فخلي عقليتك كده وفكر بشكل تاني بعيد بقى عن الاسره والاهل، وان ده فيه تكليف ولازم تخش كليه دي عشان هتقبض ومش عارف ايه. فانت بص لنفسك برضو، انت بعد كام سنه هتقبض كام؟ فانا هضيع 4 سنين او 4 سنين من عمري عشان اطلع اشتغل شغلانه معلش يعني مش مجزيه ماديا، بعدين اقدر اعمل حاجه اصلا طول السنين دي 4 سنين بطور في نفسي في حاجه معينه واطلع اقبض بشكل تاني مختلف تاني خالص. عايز اقول لك بس حاجه، ان نظره الاهل وقرارات الاهل وارائهم والحاجات دي كلها هتكون مخالفه معاك تماما، ده معروف جدا يعني. لو جيت فكرت تخش كليه معينه علشان انت عايز تتعلم حاجه تانية، هتلاقيهم بيقولوا لك لا مش عارف ايه، بس انت فهمهم واحده واحده وحاول تفهم انت كمان الموضوع والموضوع ماشي ازاي. خامس حاجه تقريبا ان كمان الكليه مش للتعلم وتعتبر حاجه ترفيهيه كده وتنزل تعمل اصدقاء واصحاب وتعرف الناس والكلام ده كله. طيب عايزك بس تسمع معايا الفيديو ده كده. هل بتندم انك ما خلصت جامعه؟ انا ندمان اني اصلا فكرت اروح. لا انا بقول لك الجامعه لمين، انا حقيقي اسمع، انا زلمه دغري. الجامعه لشخصين. يلا محلاقي نو سيريسلي، الجامعه لشخصين، اهلك معهم مصاري وبدك تعمل سوشيال اكسبيرينس، ببعتوك على احسن جامعه وبتنبسط، وببعتوك هناك ومش عشان تتعلم، انت هناك بتعمل اصدقاء. انا اولادي لما اخلف ان شاء الله عندهم خيارين، بدك تدرس بدك
تروح على هارفارد وين اولاد الملوك بدرسوا، بدك تروح على جامعه والتعليم كله مسائل فيه، بس بدي اياهم يعرفوا اولاد الناس الثانيه. اكتشفت الاردن اولاد الوزراء واولاد العالم اللي معها مصاري بدرسوا بالشويفات على طول. وانا بالاردن قلت لهم قديش الشويفات بالسنه؟ 10,000 دينار. يوسف اخوي على الشويفات على طول اول السنه انت بالشويفات. طب بدرسوا بالانجليزي؟ قلت لهم السائل لو بترسب ضلك عيد اصلا بستفيد، بدك تعرف على ناس جديده. بعد ما شفنا الفيديو بقى عايز اقول لك ان فعلا الناس اللي بتفكر صح، الناس اللي عايزه تجيب فلوس، عايزه تشتغل بشكل معين، عايزين يكبروا، هم مش معتمدين على كليه معينه، ومش ده الكليه اللي هتصنع مني شخص جامد قوي ومش عارف ايه. انت نزولك بس للكليه مش هيديك قيمه تعليميه او قيمه علميه خالص، ولا هتستفاد باي حاجه فيها يعني. عموما مش بتكلم هنا على طب وهندسه وصيدله والحاجات اللي هي لازم تتعلمها، زي برضو حقوق عشان تطلع تشتغل والكلام ده كله، بس هنا بتكلم على معظم الكليات التانية اللي المهارات بتاعتها ممكن تكتسبها بشكل تاني خالص بعيدا عن الكليه، والكليه اصلا مش بتديك المهارات دي كامله، انت لازم اصلا تعتمد على نفسك في البدايه او طول الوقت يعني. فانت هتستفاد منها كتير بس في الناحيه الحياتيه مش في الناحيه العلميه. وبس كده كده اكون خلصت الفيديو خلص. فاتمنى يكون الكلام اللي انا قلته في الاول يكون فرق في اي حاجه حصلت بقى اليومين اللي فاتوا دول في النتيجه والحاجه اللي حصلت دي، وما يكونش بقى الموضوع لسه مستمر واكتئاب بقى والحاجات دي كلها. كلنا عدينا بالمرحله دي يعني، فعادي الموضوع هيعدي بجد، صدقني هيعدي ان شاء الله يعني. وبس بس خلاص روح بقى شوف مصلحتك، روح بقى شوف انت عايز تعمل ايه. لا بجد انا خلصت خلاص، يلا سلام.